النهارده هنتكلم على اقوى بديل لبرامج مايكروسوفت اوفيس وهو WPS. فيلا بينا نبدا ونشوف البرنامج بيتحمل ازاي. هنكتب على جوجل WPS وان شاء الله اسيب لكم الرابط في الديسكربشن عشان تحمل البرنامج. برنامج فور فري طبعا، بتدوس هنا على فري داونلود. احنا كده نزلنا WPS ونفتح البرنامج، نعمل انستول، اجري وماشي، هنعمل عليها صح ونعمل انستول. طبعا WPS هو برنامج فور فري، ولكن هو بيوريك هنا الحاجات. لو انت عايز تابجريد البرنامج وتشتغل النسخه بريميوم، ده كل ده ممكن تشترك فيه بالابجريد ناو، ولكن احنا النسخة المجانية تكفي وزيادة كمان. WPS عامل زي واجهة المتصفح بالظبط، فيها سبريد شيت اللي هو زي الاكسل، وفيها PDF، وفيها الباوربوينت، وفيها الوورد. ولكن مثلا احنا هنفتح الوورد. تمام. لو انا عايز مثلا فايل، هنا شايف هنا نيو، لو انا عايز حاجات جاهزة فبشتغل على حاجات جاهزة على طول. في حاجات خاصة بالسيفيهات، مثلا لو انا عايز اعمل CV معين، هنا education، نيجي عند education، في حاجات هنا خاصة بالإديوكيشن، حاجات تمبلت جاهزة. هنا الليتر، هنا في جرافيك ديزاين. تمام. لو أنا عايز أعمل مناسبة معينة أو أي حاجة أو حاجة شكر. في بلانر لو أنا عايز أعمل خطة معينة. وفي HR administration، في حاجات هنا خاصة بالتريننج فيدباك وجوب ادفرتايزمنت انترفيو ايفالويشن وهكذا. ففي حاجات جاهزة هنا. تمام. فخلينا احنا في النسخة اللي عملناها نيو هنا. لو تلاحظ الواجهة شبيهة جدا للوورد مايكروسوفت اوفيس، فطبعا مش هتلاقي اختلاف. مثلا هنكتب مثلا السلام عليكم. تمام. طيب هنا دي عايزينها مثلا بالناحية اليمين، هندوس هنا مثلا كليك ونيجي عند دي ونعمل aligned right. تمام. او بندوس هنا برضو aligned right. لو عملنا كنترول زد فبنيجي هنا وندوس على دي فبتيجي على اليمين. وبعدين مثلا هدوس كنترول A لو انا عايز اغير اللون. هنا لو عايز اعمل هيدر، تمام، موجودة هنا الهيدر اهو والفوتر. طبعا انا لو عايز اغير اللون ده بخليه عادي، لون عادي. وهنا الحجم ممكن اكبره، وهنا اختار الفونت اللي انا عايزه عادي جدا زي الايه، زي الوورد. وهنا مثلا بعمل انسيرت، هتلاقي انسيرت بيكتشر، انسيرت تيبل، هنا البيج لاي اوت، فكل حاجه زي الوورد بالظبط. تمام. هنا الفيو، فالدنيا شبيهه جدا للوورد. تمام. طيب انا عايز دلوقتي مثلا نعمل هنا نيو وسلايد شيت. سلايد شيت هندوس بلانك هنا، شوف اكنها براوزر. يعني هنا الدوكيمنت بتاعنا بتاع الوورد، وهنا الايه، شيت الاكسل. شيت الاكسل عادي جدا، واجهه زي الاكسل اوفيس، والدنيا فيها واضحه والدنيا بسيطه والدنيا يعني حاجه حلوه. مش شايف اي اختلاف عن المايكروسوفت اوفيس. الدنيا هنا واضحه جدا يعني. وطبعا هنا في هتلاقي لو جينا هنا عند create form template، هتلاقي هنا بقى في حاجات معمولة templates موجودة، ممكن ايه تشتغل عليها عادي. مثلا لو ندخل على template study goal plan، بندوس داونلود، تتحمل، بعدين ندخل نشتغل عليها مباشرة. بعدين باجي في الهوم، مثلا لو انا عايز اشتغل في الباوربوينت سلايدز، ولو انا عايز اشوف template معينة، فهنا في template مثلا شايفها حلوة ممكن اشتغل عليها، بشتغل عليها عادي. مثلا دي حاجات خاصة بالإديوكيشن، children education، بس فبعدل عليها عادي. هنا برضو في PDF بدوس اوبن. لو انا عايز اشغل PDF بشكل مباشر بتشتغل معايا عادي. مثلا خلينا في ده PDF اهو. هنا في الوورد، لو انا هعمل سيف از، بيدعم صيغة الوورد الخاصة بتاعة مايكروسوفت، فالدنيا هتكون برضو ايه، يشتغل compatible مع الاثنين، مع مايكروسوفت ومع WPS. لو انت هتفتح ملفات من مايكروسوفت عادي بتتفتح، وانت لو عايز تبعت حد برضو وهو الحد ده عنده مايكروسوفت بيفتح عادي الملف. وده كان موقع WPS والبديل الاقوى بدلا من برامج مايكروسوفت. البديل الاقوى ليه؟ لان البرنامج ده فور فري، يعني لازم لو انت هتشغل اي حاجه لازم تكون دافع. وفي ناس كتير للاسف بتكرك البرنامج، فبدل ما تعمل كراك ممكن تشتغل على WPS، حاجه مجانيه وحاجه متناول وحاجه حلوه جدا يعني. بس لو الفيديو عجبك ما تنساش تفيد زمايلك وتبعت لهم WPS، واللينك موجود في الرابط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.